Military woman is worthy to respect, so show her acceptance. المرأة العسكرية جديرة بالاحترام، لذلك أظهر القبول لها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كثيرون هم من ينتقدون ويرفضون وجود المرأة في المؤسسة العسكرية، ولكن أثبتت المرأة العراقية نجاحها وقدرتها على العمل في العديد من المجالات والميادين، ولقد خطت تاريخا حافلا من المنجزات التي لا تقل شأنا عن الرجل في الكثير من الأحيان. ولم تكتفي بدور الأم والأخت والزوجة، بل اتخذت على عاتقها أن تساند أخيها الرجل في الدفاع عن أرض الوطن بالسلاح والكلمة والقلم. سأسلط الضوء على البعض من الشخصيات النسوية المتميزة العاملة في وزارة الدفاع، واللاتي استطعن أن يذللن الصعاب بالصبر والتحدي، وسأمثل دور الضابطة والمنتسبة وموظفة مدنية. كانت في البداية سنة 2004 عندما كان إعلان في جريدة الاتحاد في طلب خريجات الكلية لانضمامهم إلى دورة الضباط، وكانت هذه الدورة في الأردن في الكلية الملكية الهاشمية محافظة الزرقاء في الأردن. فهذه كانت بداياتنا. رحنا التدريب 3 أشهر، وبعدين بعد ما كملنا التدريب بنجاح الحمد لله والشكر رجعنا إلى بغداد، كانت وحدتنا هي فوج الحماية والخدمات كشرطة عسكرية. ظلينا في هذه الوحدة كشرطة عسكرية من سنة 2004 لغاية 2008 حتى تحولت هذه الوحدة إلى الانضباط العسكري. في البداية كان صعب. أخذت بعض الأفلام اللي تبين الضابطات الموجودة في جيوش العالم، مو بس في جيوش العالم الأجنبي، أيضا في جيوش العالم العربي. يعني مثلا في جيش الأردن اللي هم يسمون الجيش العربي، في جيش الإمارات، في جيش ليبيا، في جيش مصر. يعني هنالك الكثير من الضابطات وأيضا العسكريات اللي أثبتوا جدارتهم. بالكاد نسمع عن النساء العسكريات، وفي حال أن سمعنا عنهن يثير الأمر غرابة في عقولنا وتكثر الأسئلة عن بدايتهن وتجربتهن مع السلاح، وما هي دوافعهم للانضمام إلى هذا العمل المقتصر على الرجل في الكثير من الأحيان. اللي ضافته إلى المؤسسة العسكرية أنه القوة الشجاعة للمرأة، لأنه المؤسسة العسكرية مثل ما تعرفون أنه هي مؤسسة للرجال. أنا أوجه أنه حلوة الوظيفة العسكرية للمرأة، زيدها قوة، تحمل، أشياء يعني تتعلم عليها حتى تدافع عن نفسها، على عائلتها، على بيتها، على أولادها من خلال الدوام العسكري. يعني أنا كامرأة ما أعرف أستخدم السلاح، ما أعرف شنو حركات عسكرية، ما أعرف شنو أصلاً شو أسوي إذا أدافع عن نفسي، شنو إذا صار في موقف شنو أسوي ما أعرف. يمكن أنا قبل إذا كنت أمشي بالشارع أخاف، بس إنه لا، هسه عندي قوة، أعرف أستخدم السلاح، أقدر أدافع عن بيتي، عن عائلتي. My dad once told me an African proverb that says, if you educate a man, you educate an individual, but if you educate a woman, you educate a nation. تتعامل مع الصعوبات بمرونة، فهي عسكرية إضافة إلى كونها قانونية. ضيفتي من الدائرة القانونية. باعتباري أعمل في الدائرة القانونية، أكيد هو دورنا تقديم المشورة القانونية وإبداء الرأي في كافة الأمور التي تخص المجالات القانونية. هل يؤثر عملك على الجانب الاجتماعي والعائلي كونك في مؤسسة عسكرية؟ اطلاقا، انا ما اشوف انه العمل في المؤسسه العسكريه يؤثر على الحياه الاجتماعيه او حتى الحياه العائليه، خصوصا نحن الان في عصر تطور الوعي الفكري، واصبحت المراه في عديد من المجالات ودخلت في الجيوش في الكثير من دول العالم. ما نقدر نقول الكل، في الكثير من دول العالم نشوف المراه كعنصر في الجيش. ها أنا اليوم أقف في مؤسسة ذكورية بحتة لأقول أنا امرأة ب1000 رجل. من أهم الشخصيات المتميزة كعنصر نسوي في وزارة الدفاع، معاون مدير مكتبة ومتحف الكلية العسكرية الموظفة دينا جبار. أهلا وسهلا. أهلا بيك. حدثينا عن عملك بالمتحف. عملي معاون أمين متحف
الكلية مكتبة ومتحف الكلية العسكرية. نعم. أقوم بترتيب وتنظيم المكتبة واستقبال الطلاب. نعم. ونقوم باستقبالهم وتعرفتهم بالتاريخ العسكري القديم. نعم. التاريخ العسكري من خلال النماذج والصور. عمل كمعاون مدير مكتبة ومتحف، هل هذا كان صعب على امرأة؟ أبداً، جداً سهل، جداً سهل، وسهل لنا وفتح لنا كثيرا من الآفاق. لم يمنعها حر الصيف ولا برد الشتاء عن أداء مهامها وواجباتها. شخصية متميزة، المهندسة الزراعية أمل محمد. حدثينا عن عملك في الكلية العسكرية. تم زراعة الكلية العسكرية بأشجار الدودونيا وأشجار الفيزا والورد الجوري خدمة لهذا الصرح العظيم. تعاملك مع الرجل كان عائق بالنسبة لك هنا؟ لم يكن تعاملي مع الرجل عائق، بالعكس كان تعاملنا كأخوة وما شفت أي شيء. الحمد لله. يعني أثمر العمل معهم على إنتاج هاي الحدائق. الحمد لله، أثمر العمل مع الرجل على إنتاج هاي الحدائق. دخلت المؤسسة العسكرية من باب مهنة المتاعب الإعلام، استطاعت أن توظف قلمها لتوثيق الانتصارات في مراحل مختلفة. الإعلامية ابتسام الخالدي ضيفتي في هذا المشهد. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية دخلت العمل في وزارة الدفاع في عام 2005، ومنذ ذلك الحين وحتى الآن أنا أمارس عملي في الصحافة العسكرية كمدير تحرير جريدة خيمة العراق ومجلة بلادي الصادر عن إعلام وزارة الدفاع. درست عدة دورات لضباط التوجيه المعنوي ممن يصنفون كضباط للعمل في الأقسام والشعب التابعة للتوجيه المعنوي، وكذلك دورات المؤهلات الإعلامية. وكنت أحاضر مادة كل ما يخص الإعلام، كيفية كتابة الخبر والبيان والتحقيق الصحفي والتقرير الإعلامي. يعني يزيدني شرف أنه أنا درست أكثر من 400 ضابط وموجودة بقاعدة البيانات، هاي كلها موثقة وموجودة في قاعدة البيانات. حدثينا عن بداياتك بدخول وزارة الدفاع. بداياتي عام 2007، لكن قبلها أنا ب 2004 عملت استمارة دخولي، أول خدمة في أي مكان بالمدني أم بالعسكري. ففيما بعد في 2007 تمت موافقة المركز على نقلي مع الوزارة إلى وزارة الدفاع. انتسبت إلى المسعف الجوي، والحمد لله اجتازيناها بنجاح من خلال أنه حصلت الموافقة على طيراني، وسجلت لقيادة القوى الجوية وللمرأة العراقية، وأتشرف وأكون أحد المنتسبات وأمثل المرأة العراقية اللي تكون مسعف جوي، أول مسعف جوي بالجيش العراقي يعني. تحية للعناصر النسوية التي ما بخلنا بشيء من أجل العراق الحبيب، لتبقى جهودهم محط إعجاب وأنظار المجتمع بأكمله. وها أنا أرتدي البدلة العسكرية كثوب زفاف وتاج عز وفخر. كوني قوية، حرري أفكارك من الخوف، فالدين معك والقانون معك. وفي الختام أود أن أشكر جميع من ساهم لإنجاز هذا العمل، وأهديه إلى الشهداء الذين ضحوا بدمائهم من أجل الوطن. كانت معكم حنين الحسناوي لإعلام وزارة الدفاع. شكراً لحسن المتابعة.